السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة معاكم في حكاية شيرين في المطبخ. النهاردة هنعمل الرقاق على طريقة الفطير المشلتت، وهنعمل رز بسمتي وهنحمر اللحمة وهنسلق اللحمة. يلا بينا نشوف الطريقة ازاي. يلا بينا. طبعا احنا خلصنا اللحمة بتاعتنا المفرومة، هنخلينا على جنب. وادي اللحمة بتاعتنا اللي هنسلقها اهيت. بصوا لسه فيها شوية مية اهيت. المية دي خالص تنشف، تبدأي تنزلي عليها بالمية السخنة بتاعتك. تمام حبايبي، دلوقتي هنعمل بقى شويه رز كده من المكسرات. هنعمل شويه رز بسمتي، معايا شويه مكسرات، معايا معلقتين سمنه كده مسيحينهم مع بعض. هننزل بالمكسرات بتاعتي على السمنه تاخد تشويحه كده. تمام، هنقلب كل الحاجات الحلوه دي مع بعضيها شويه كده، نحمصهم كده مع بعض اهوت. المهم بعد ما شوحناهم هننزل عليهم بشويه ميه. تمام اهوت. بس كده على حسب الرز اللي انت هتعمليه. بس يا بابا هنعمل ايه دلوقتي؟ معايا كده كام واحده حبهان، وهنحط بردك حبهان مطحون عشان دول مش هيكفوا، وهنحط واحده قرفه. تمام، وهنحط اللهم صل عليك يا نبي قرنفل. هنحط واحدتين قرنفل كده بيض وتست حلو. تمام، اللهم صل عليك يا نبي. هنعمل ايه بقى؟ معايا بودره زعفران. تمام، هنحط كده شويه كده تدي كده لون للرز. تمام، والمفروض يكون فيه ليمون ناشف دهوت، انا ما عنديش. هنحط ورقتين لورا كده، وهنحط اللهم صل عليك يا نبي، هنحط ملح اهوت. ونقلب الميكس ده كله مع بعضه اهوت. هنحط شويه كاري برضو، بيدي برضه طعم حلو للرز اهوت. البهارات دي كاري بطعم يا جماعه الاكل. تمام، وهنحط شويه كاري كركم، نحط شويه كركم كده صغيرين خالص. حاطين نص معلقه كاري وحاطين شويه كركم صغيرين. وبعد كده نقلب كل الحاجات الحلوه دي تغلي، وبعدين ننزل بالرز. تمام، دلوقتي الميه بتاعت الرز بتاعتنا غليت. تمام، انا بجيب الرز يا جماعه ما بتغسلش، انا ما بنقعش رز، الرز ده نضيف. تمام، انا الرز البسمتي ما بنقعهوش، عايزه تنقعي انت براحتك. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا كده حاطه يعتبر 4 كوبايات رز. تمام، 4 كوبايات ونص كده. هنقلب كل ده مع بعضه كده. انا كده الميه مظبوطه يا جماعه، الميه كده مظبوطه. المفروض يبقى يعني نص عقله بتبقى زياده اهو. انا كده بالنسبه لي الرز اهو، حتى انتوا شايفينه اهو نص عقله. تمام، غلوتين كده وابدا اوطي عليه زي الرز العادي بالظبط. تعالوا بقى نحضر الحاجه عشان نعمل صينيه الرقاق بتاعتنا. صلوا على النبي يا جماعه. لو وصلتوا للمرحله ديت ما تنسيش الاشتراك ولايك وكومنت حلو مني. لو انت مشتركه عندي ما تنسيش اللايك. لو انت اول مره تشوفي المحتوى بتاعي وعجبك ما تبخليش عليا بالاشتراك ولايك وكومنت حلو، عرفيني انت من انهي مكان. دلوقتي معايا الحاجه اللي هحط فيها الشوربه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم.
هنبدا نحط الشوربه بتاعتنا. لازم تكون شوربه لحمه يا جماعه، ما بعترفش انا بالشوربه اللي هي الميه بماجي دي. تمام، شويه شوربه حلوين كده. وهنحط اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين شويه لبن. هتقولي لي بتحطي لها لبن، هقول لك اللبن دي بيدي توريقه حلوه كده اهو. نحط كمان القشطه. استنى عشان لما حد يحوش انا لازم اغذيكم كده عشان تعرفوا ان انا مش بخلنا عليكم بحاجه. تمام، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. هندوق كده، لو عايزه ملح، لا الملح بتاعها كده مظبوط. معايا الصينيه بتاعتي اللي هنحط فيها الايه الرقاق، ومعايا السمنه بتاعتي برضو اهيت. هنبدا ايه نحط السمنه بتاعتنا كده، مسيحين كده بتاعت كوبايه سمنه. عايزه تحطي زبده بلدي حطي، سمنه هولندي حطي، اقل من راحتك، انت حره، محدش يقولك انت بتعملي ايه. تمام، ايه يا توته بس يلا ماشي. هنبدا نعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا نحط الرقاق بتاعنا كده، نسقيه نسيبه كده عشان الاستاذ ما يعملش الايه الطاسه عليه، ونخلي بردك بالنا اهوت. وبعد كده اوعي توقع عشان السخونيه اهو. ونبدا نحط الايه الرقاق بتاعنا. وريني خدتي ايه ماشي. وبردك هكذا اهوت، كل رقاقتين فرشتين كده سمنه اهو اهو. هنحط بس فرشه سمنه كده اهوت. الحركه ديت هي اللي بتولع الرقاق معايا. السمنه ديت كل ايه ورقتين بس كده اهو. وبعد كده ننزل بردك بنفس القصه. عايزه تحطي 3 رقاقات وفوقيهم 3 رقاقات تمام، عايزه تحطي 4 و4 براحتك. تمام، اللي انت عايزه تعملي ايه تعمليه اهو اهو. نحط واحده تاني ونبدا نحط الايه اللحمه اللي احنا معصجينها اهيت. هنبدأ ننزل بالايه معلقتين بردك سمنة، معلقتين سمنة. خلي عينيكي على البوتاجاز عشان الرز ما يتحرقش منك كده. وبعد كده اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين. هننزل باللحمه بتاعتنا اهوت بصوا كده يا جماعه عليها اهوت. بصوا كده انا كده تمام. اللحمه كفايه. هنبدا نحط الايه باقي الرقاق اهوت اهوت. هنعمل ايه بقى؟ نحطها على البوتاجاز كده شويه تمام. وبعد كده نبدا نحطها فين؟ في الفرن. بصوا انا هديها تشويحه كده على البوتاجاز، وبعد كده ايه نهزها كده شويه
عشان لو فيها ايه اي حاجه من الشوربه تتشرب. تمام. انا كده تمام. ابدا ادخلها الايه الفرن. تكون انت مولعه الفرن بتاعك، واما تطلع ابقى اوريها لكم. هنحمر دلوقتي بقى معانا حتتين لحمه كده، هنحمرهم. حاطه معلقتين سمنه. تمام. ونحط كده كام حته ايه لحمه. اللي عايز ياكل لحمه بشوربه ياكل، واللي عايز ياكل لحمه محمره ايه ياكل، براحتهم بقى، يتعاملوا هما بقى مع نفسهم. اهو نقلب بقى كل الحاجات الحلوه دي كده مع بعضيها ونغطي عليها. نحط لها بس شويه فلفل اسود اهوت، ونحط لها شويه ملح اهي، وهنوطي عليها ونغطي عليها، بس احطها في حاجه ما تلزقش اهي. اول ما تتحمر هوريها لكم اهوت. هنحمرها اهوت عشان تكون قاعد يفصل، ونغطيها ونوطي عليها النار، واول ما تحمر هوريها لكم. بصوا صينيه الرقاق عامله ازاي، القمر زرموها هي مش ملسوعه. بصوا اكن فطير مشلتت. تمام. هنقطعها بقى وهوريكم. تمام. بصوا بقى، انا مش قادره اقول لكم مولعه. بصوا يعني ايه مولعه. بصوا يا لهوي. بصوا حكايه. بصوا مرقه ازاي. طبعا انا مش قادره افرد. بصوا اهي حكايه انها تتحدث. بصوا من ورا اهو فطير مشلتت، اقسم بالله فطير. اللي ما جربهاش الطريقه بتاعتي دي فايته كتير، فايته كتير. بس يا اياد بصوا بقى، انا هقطعها براحتي. تمام. وهرجع لكم ايه تاني. بصوا بقى، دي كانت الحلقه بتاعتي، وادي الرقاق. بصوا فطير اهو، فطير. تمام. ودلوقتي هنعمل ايه بقى. دلوقتي هنحط شويه مكسرات كده، نكسر اللون ده كده. لو ده بيجري شويه كده مكسرات كده. تمام. نكسر بس الايه اللون ده اهوت. وادي الرز بتاعي. بصوا الرز اهو، بصوا مفلفل اهو، انه يتحدث عن نفسه. وادي اللحمه المحمره. تمام. اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين. متبخليش عليا باللايك والاشتراك. وادي اللحمه بالشوربه اهي، وادي الرقاق، وادي الرز البسمتي واللحمه. يا رب اكون عند حسن ظنكم. متنسيش الاشتراك واللايك بحكايه شيرين في المطبخ. يلا باي باي.